حاجه، احنا عارفين كده من الاول، لكن احنا بنعمل اللي علينا. احنا مطالبين ان احنا نكسب اي مباراه. الفتره الاخيره من اول ما الدكتور ميمي عبد الرازق جالنا احنا بنلعب على 3 بونت. ماتش المقص بس اللي خسرناه، وبقيه الماتشات ماشيين فيها بشكل كويس جدا. النهارده احنا كنا بنلعب على 3 بونت، لكن مش هتكلم عن اي حاجه الناس كلها شايفها والناس كلها اللي هتتكلم عن المباراه. لكن بنبارك للنادي الاهلي على البونت النهارده، والحمد لله على الاداء النهارده وعلى النتيجه. حسن، فوز على الجيش، فوز على المصري، تعادل مع الاهلي، سموحه في اخر 3 مباريات، كان فين سموحه من بدايه الدوري؟ والله احنا مرنا بظروف صعبه جدا، تغير اكتر من جهاز فني علينا، فده كله بيأثر بالسلب على الفريق طبعا. دكتور ميمي يعتبر مش غريب عن الفرق لانه مسكها موسم ونص قبل كده، فهو عارف الناس بشكل كبير جدا. فاول ما الدكتور ميمي رجع كان في انسجام بينه وبين اللعيبه، وفي حب، في تفاهم بينه وبين اللعيبه، فادينا بشكل كويس جدا. اعتقد ان الدكتور ميمي لو من بدري كانت الامور هتبقى احسن من كده بكتير، لكن هو ده نصيبنا، الحمد لله على كل شيء. والفتره الجايه ان شاء الله يعني احنا بنتمنى من ربنا ان يكون في قرار، لان احنا هنبقى حاسين بظلم احنا والفرق اللي تحت، عشان الظروف اللي احنا وقفنا فيها الشهرين ونص ولا 3 شهور اللي معظم الفرق وقفت فيها. فبنتمنى يبقى في قرار كويس لصالح الفرق اللي هي كانت بتنافس على الهبوط ان شاء الله يعني. ارض لك يا حسن. شكرا يا كابتن.